المباراة برعاية بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأسبوع الخامس من الدوري العام المصري 2013، تليفونات بني سويف وإنبي، حرس الحدود والنادي الأهلي، ومباراة هامة جدا. أرحب بضيفي الكبير نجم التحليل وصاحب الرؤية الفنية والتحليلية، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق والمدرب الكبير كابتن عادل طعيمة. كابتن عادل، سعيد دايما بالتواصل معاك. ربنا يخليك يا محمد، كتر خيرك. بتلعب الان بمباراه تليفونات بني سويف وانبي هينوفونا بالنتيجه، والمباراه طبعا المهمه اللي هي حرس الحدود والاهلي، على نقدر نقول على قمه المجموعه والتنافس على قمه المجموعه. حضرتك قبل كده اتكلمت معايا في بعض النقاط اللي دايما انا بذكرها لك على اداء عبد الله السعيد، وتغير اداء عبد الله السعيد في الملعب. انت قلت عبد الله السعيد ما كانش موفق في كاس العالم للانديه، بعد كده مع النادي الاهلي ما كانش عبد الله السعيد كما عودنا من قبل. رجع بعد كده في السوبر الافريقي اللي فاز بيه النادي الاهلي على بردي الكونغولي، وادى اداء كويس جدا. بعض اللاعبين وبعض الرؤى اللي دايما حضرتك قلتها كانت في محلها. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا بشكرك على هذه الملاحظه، ولكن هي بحكم التجربه وبحكم كونك كنت لاعب ثم مدرب، بتبقى حاسس باللاعب. احتمال في فترات كبيره بيبقى اللاعب بيبقى في فتره محتاج فيها نوع من التعضيد، نوع من المسانده من الجهاز الفني ومن زمايله. اعتقد ان عبد الله السعيد كان بمجرد ما جه النادي الاهلي كان عامل نوع من القبول الكبير جدا، وعمل مباريات عاليه جدا. هو بيمر بفتره مفروض الجهاز الفني والجهاز الطبي يبقى قريبين جدا، والاداري طبعا يبقى قريبين منه جدا. لو هناك الخلل ده يبقى مستمرين في علاجه. لكن انا بعتقد ان الكابتن حسام البدري مفيش شك انه مصمم انه بيعطي لعبد الله، ومعنى ان هو مصمم ان هو طبعا هو مقتنع بامكانياته أكيد. وبالتالي هو بيديله عارف ان هو العصره دي هيعديها. والحته العصبيه اللي كانت موجوده سواء في اليابان او بعد ما رجع، اعتقد انه في ماتش السوبر ما شفناهوش بقى بيقف ويوجه ويشوح وكده. فطبعا رجع عبد الله السعيد اللي احنا عارفينه. كابتن، بس قبل ما نروح لك لموضوع تاني، نقدر نقول المباريات اللي بيبقى عليها نقول عامل نفسي وبطوله بيبقى لها استعداد تاني ومزاج تاني خالص. اكيد طبعا، لانه معدن الفرق بيبان من خلال الانتقال من بطوله لبطوله. حضرتك قلت كده كمان. لما اكون انا في بطوله دوري ثم داخل في بطوله كاس ثم كاس عالم ثم افريقيا، اللعيب والجهاز الفني لما يكون عنده خبرات بحجم الاهلي والزمالك والاسماعيلي الانديه الكبيره. يعني النهارده الاسماعيلي كان بيلاعب في البطوله العربيه بعد اشتاب وكسب والف مبروك النادي الاسماعيلي. طبعًا. حاجه مشرفه للكره المصريه. ما فيش شك انه الخطوه اللي جايه هيبتدي يا اما هيشترك في الدوري. اللعيبه بتاعته والجهاز الفني اذا ما كانش يبقى عنده من الخبرات انه على طول المباراه بتتنسي ويبتدي يفكر في المسابقه الاخرى زي كل الاتيام الموجوده في اوروبا. النهارده النادي الاهلي كان بيلعب في السوبر، عنده حرس الحدود، بعديها يرجع دوري تاني وهكذا. الانديه الكبيره وكذلك الزمالك وكذلك معظم انديه مصر اللي عندها الخبرات. والحرس برضو كان في بطولات قبل كده في الكونفدراليه، وانبي كذلك. مش عايزين يعني ننسى حد من الانديه الكبيره بتاعتنا. لكن لاعبتنا والله انا بقسم بالله لاعبتنا ممكن تلعب في اكبر الانديه العالميه، واحنا بنشوف مستويات في الدوري الاسباني عندنا لعيبه يتفوقوا عليهم، ولكن بينقصنا حاجه صغيره قوي، وهي ان اللاعب يهتم باتقان عمله ويحترف بالمعنى السليم اللي انت عارفه من طبعا ألمانيا. طبعا. كابتن، ايه رايك في ريال وبرشلونه؟ ريال حاجه جميله ده معلقه موت. والله شوف، انا في زمان كنا بنشجع ريال مدريد ايام زيدان. لكن في الاربع سنين اللي فاتوا انا برشلونه. طبعا مش عشان حاجه، علشان نمره واحد سلوك في الملعب. الله. السلوك التكتيكي في الملعب والاخلاقي يتضرب، واللاعب عمره ما يحتك وعمره ما يستفز الجماهير. احترام كامل. ريال مدريد كسب صحيح فنيا، لكن سلوكيا كان هناك ضرب من غير كوره، الحكم ما كانش موفق، كان في ضربتين جزاء لبرشلونه ما اتحسبوش، ومع ذلك لا اعتراض. الحاجه الغريبه بقى والجميله اللي نفسنا نوصل لها ان بعد المباراه بيسلموا على بعض. هو ده المنظر والمشهد. وبعدين الجمهور شفت قد ايه متقبل هزيمه كبيره قوي لناديهم برشلونه، متقبلين، مفيش اي مشاكل،
وان شاء الله احنا هنوصل ونعدي المرحله دي باذن الله تعالى. كابتن، لاعب تاني برضو كنت حضرتك اشرت له في النادي الاهلي هو عماد متعب. انا شايف ان عماد متعب بدا يعني تبان بصماته، وكان مساعد جدا لزمايله في الماتشات اللي قبل كده. شايف انه هيبدا النهارده بدري ولا شايف ان في نقطتين مهمين جدا بالنسبه لمتعب؟ متعب محتاج ان هو يقف مع نفسه ثم زمايله يقفوا معاه. صح. يعني اولا ان هو يقف مع نفسه، يعني ايه؟ يقيم نفسه، يقول ان كل مصر مع متعب، الجهاز الفني مع متعب، الاعلام مع متعب، كل الناس مع متعب، ما يفتكرش ان في حد ضده. ادي نمره واحده. نمره اتنين، زمايله يساعدوه بايه؟ ان هم باستمرار في الملعب يحاولوا يحضروا له الكره السهله، يحاولوا يساندوه في المكان المناسب، يحاولوا ان يدوا له الكره في المكان اللي هو بيتوقعه، يحاولوا انهم يقربوا له، يبقى في نوع من المسانده داخل الملعب وخارج الملعب. كابتن، يعني كان في حوار بيني وبينك في التليفون وبنتكلم عن النادي الاهلي واحوال النادي الاهلي، قلت لنا ان في تواصل بينك وبين الكابتن حسام البدري. يعني لو تحب تقول للساده المشاهدين التواصل شكله ايه؟ برضه يعني بتطمنا، يعني خبرات متبادله ما بينك وبين الكابتن حسام، رؤى، اسئله، يعني طمنا شكلك كان ازاي؟ يعني ديننا واي دين في الدنيا وربنا حسنا ان احنا دايما نستشير بعض، وخاصه مشوره، وخاصه في المهنه زي ما حضرتك كده، يبقى عندك نوع من بتستشير حد في الاعلام مثلا في اوروبا في المانيا او هنا ونستفيد، وهو يستفيد منك وانت تستفيد منه، هو اكيد برضه هيستفيد منك. يعني ممكن استفيد من ابني، وكذلك بالنسبه للكابتن حسام او غيره. يعني انا وحسام الحقيقه قريبين جدا من بعض، وانا يعني بشوف نفسي فيه لان هو انسان ملتزم جدا خلقيا ورياضيا ومن جميع النواحي. احيانا بيبقى فيه جديه زياده عن اللزوم، ودي برضه مطلوبه لبعض اللاعبين. هو بالنسبه للرؤى الفنيه مفيش مانع ابدا ان انا ابقى عن طريق الاعلام انه يسمع، عن طريق زميل ليه مخلص ليه بيحبه يسمع منه، يقول له اللعيب الفلاني مقوماته كذا، الرؤيه دي ممكن تكون غايبه عنك، فالرؤيه دي حاول انك انت تديله. زي مثلا السيد حمدي، كان في فتره كان السيد حمدي يعني كان تقريبا قاب قوسين او ادنى ان هو يمشي من النادي الاهلي. دي حقيقه. ومع ذلك حصل مناقشه ما بيني وبينه، قلت له السيد حمدي من لعيبه منتخب مصر ولعيب محتاج، فكان رده يعني شفاني ويشفي الجماهير كلها. قال لي يا كابتن انا مقتنع تماما بسيد حمدي، لكن انا في الفتره دي بحاول ان انا اعمل نوع من الضغط العصبي عشان اطلع اقصى ما عنده. بالظبط. ونجح. اذا اللي بره الجمهور اللي بره مش عارف المدير الفني بيبقى حريص كل الحرص انه يسعد جماهيره من خلال رؤيته. هو مش عارف ان هو لو ضغط عليه هيطلع اقصى ما عنده. يمكن الجمهور بره مش عارف انه في هذه المرحله بيعمل هذا العمل. كابتن، بتلعب الان مباراه تليفونات بن سويف وانبي، هيوقفونا الزملاء في الكنترول بالنتيجه 0-0. كابتن طارق العشري استعد للمباراه انبي مع الصيد وفاز 4-0، وطلعت يوسف لعب مع الاتصالات وفاز كمان 4-0. شايف ان الفريقين عاملين حساب لبعض، ولا شايف ان ممكن انضمام عمرو زكي لنادي انبي يحسم بعض نقول رؤى لنادي انبي؟ والله شوف، الفرقتين فيهم الجانب التكتيكي عالي، الجانب الدفاعي عالي جدا. طلعت طبعا بيبقى مركز على الهجمات المرتده، وبيركز جدا انه ما يجيش فيه جول بالتامين الدفاعي وسط الملعب والكثافه وتضييق المساحات والحاجات اللي الجمهور كله عارفها، وبيستغل الهجمات المرتده من خلال ارتفاع اللياقه البدنيه لثلاثة 4 من العناصر الموجودين في المقدمه. كذلك برضو الكابتن طارق برضو من النوع اللي هو ايام الحرس كان برضو بيقوم بنفس الدور، بيلعب 4-2-3-1. يعني هو قالوا دي طريقه العشري 4-4-2. لا، طارق العشري يعني هو كان مميز فيها، وكان عامل فيها مؤدي فيها بشكل كويس جدا، وكان محافظ الباك اليمين والباك الشمال ازاي التغطيه خلف الاثنين السرد باكين برضو بشكل كويس جدا. انت عارف حضرتك هي لو احنا مسكنا ورقه وقلم او مسكنا اشرطه بتاعت شطرنج وكده، العمر الملعب ما بيبقى كده، ما بيبقاش 4 بس. انت ما بتدافعش 4 اطلاقا، انت بتدافع ب7 و8 واحيانا ب9 واحيانا ب10، زي ريال مدريد وبرشلونه بيرجع بيبقى مدافع ب9 وب10، وبيرجع برضه في ولما بيهاجم بتبص تلاقيه بيهاجم ب7 و8. فهي الحته دي 4 عمرها ما تبقى 4. هتبص تلاقي الاثنين في الديفندر بيسقطوا بيبقوا 6، الاثنين الاطراف بيسقطوا التغطيه العكسيه ادي 8 بالظبط. يعني كان بيلعب بمكي واحمد عيد عبد الملك، الاثنين بيسقطوا
الاثنين بيسقطوا، بيبقى جنب الباكين بحيث انه يقفل الاطراف، فيبقى 4-4 وساعات واحد كمان من رؤوس الحربه عبد الغني او زي النهارده مثلا سلامه. هيبقى تبص تلاقي واحد منهم بيسقط بيبقى بيدافع ب9 وفي راس حربه مع الجول بيبقى 11. فيعني هي طبعا فكر المدرب وازاي ان هو يستغل الهجمه جايه له منين يقدر يقفلها، ان ازاي يخترق الفريق المنافس بطريقه السليمه. لكن ما فيش شك ان الفرقتين ممكن يمتعونا جدا من خلال اداء دفاعي شيق ثم هجمات مرتده شيقه. طب كابتن يعني هرجع تاني لمباراه تليفون بن يوسف وانبي، بس انا انت اتكلمت في البدايه عن الاسماعيلي واشدت بالاسماعيلي واداء الاسماعيلي، وانا كنت موجود في مباراه تابع فيها كانت في استاد الدفاع الجوي، وجاء اللعيبه بتوع شباب الوزداد وجم وقاعدين مع بتوع الاسماعيلي. انا شكل وهارموني جميل جدا. شايف ان الاسماعيلي مقرب قوي على نهائي البطوله العربيه؟ أنا هستسمحك في نقطة مهمة جدا فضل. جدا وبشكرك عليها. أولا نادي الإسماعيلي عمل حاجة في منتهى العظمة وفي منتهى الجمال. أولا استقباله أكثر من رائع لفريق الجزائر، بنعالج مشكلة كانت موجودة طبعا من فترة. الاستقبال السمسمية بقى والاستقبال والحاجة الجميلة، والتيم الجزائري بيشيد إشادة قوية جدا بالاستقبال. ثم من خلال المباراة ما فيش عنف، في روح طيبه جدا بين الفريق. حتى بعد المباراه الفريقين بيسلموا على بعض بالظبط. مفيش بقى حته المنافسه بين العرب والعرب، وحته ان كل واحد فينا يعني النعره بقى والعصبيه. نادي الاسماعيلي لغى الحته ديت، واعتقد كل الفرق المصريه في طريقها ان شاء الله، كل فرق شمال افريقيا. كمان اللي عجبني كانت مباراه وادي دجله ومصر المقاصه. كنت موجود بين الشوطين، لقيت المسؤولين على ملعب الدفاع الجوي بيشرحوا لهم شكل المنظومه الرياضيه هناك، وبعد كده دخلوا المقصوره الرئيسيه تابعوا المباراه. يعني كانت حاجه جميله جدا. تكمله الكلام حضرتك في اللي قلته. وكابتن علي غيط امبارح كانوا اظن مستضيفينه في احد القنوات، وكان بيشيد جدا بتيم الجزائر، وبيشيد جدا بالروح الجميله اللي بين العرب بينهم وبين بعض. احنا مش اقل من اوروبا، اديك حضرتك عارف طبعا، وانت راجل يعني طبعا عشت فتره كبيره طبعا. الجماعه الاوروبيين بتحس ان هم متداخلين مع بعض، ما فيش تاشيره بينهم، عملوا اتحاد. احنا العرب لازلنا في مرحله ان احنا النهارده المصري يلعب في اي مكان والجزائري يلعب في اي مكان في البلاد العربيه بدون تاشيره بدون اي تعصب. احنا بلد واحده وامه واحده. كنا في الفتره الاخيره انقطعنا عن البطولات العربيه وركزنا في البطولات الافريقيه، سواء دوري رابطه الابطال او الكونفدراليه الافريقيه. شايف عوده الفرق المصريه تاني انها ترجع تاني تلعب في البطوله العربيه حاجه كويسه جدا، اسقاط على اللي حضرتك قلته ناحيه الترابط العربي؟ اكيد. انت عارف حضرتك احنا المصريين جاليه كبيره جدا في دول الخليج طبعا، ولينا نسب وصهر ما بين الدول ديت. ثم شمال افريقيا هتلاقي جزائريين متجوزين من مصر، وتوانسه متجوزين من مصر، ومصر متجوزين منهم يعني، وليبيا وهكذا، عائلات كلها متداخله مع بعض. البطوله العربيه دي معناها ايه؟ معناها ان الجاليه المصريه ومع الجاليه السعوديه مع الجزائريه. عليك كابتن معلش هتبقى معانا لو هترجع تاني. الجماهير ما شاء الله في المدرجات المصريه حاجه تشرف، والجمهور الاسماعيلي امبارح كان عند حسن المستوى، وكان في بينه وبين العميد اسامه ابو عمرو من دار الدفاع الجوي بساله بعد المباراه السلوك والنظام، قال لي لا كانت حاجه مشرفه جدا كانت موجوده في المدرجات. يعني تكمله لكلام حضرتك، انا اشدت بالنادي الاسماعيلي وبشيد مره ثانيه. كل اللي انا برجوه بس جميله يا كابتن، حاجه جميله محترم. حاجه مشرفه طبعا. وبتعمل ولاء لمصر، ده ولاء لمصر، ده وده ولاء للنادي الاسماعيلي. صوره للامن والامان، وصوره الصوره دي لما توصل لاي مستثمر يقول لك الناس اللي بيخوفونا لا مصر هي في الماتشات الكوره شغاله وفيها جماهير، مفيش ادنى مشكله. وطبعا دي كلها حاجات بتبقى محسوبه للجماهير المحترمه، جماهير الاسماعيلي. هرجع تاني يا كابتن، طبعا تابعنا الاهداف وضربات الجزاء لمباراه الزمالك وشباب سوري الاسماعيلي وشباب بلوزداد الجزائري. مبروك للنادي الاسماعيلي، هارد لك لشباب بلوزداد. ان شاء الله الاسماعيلي يكمل في البطوله ويوصل ان شاء الله للنهائي العربي ويفوز بالبطوله العربيه، وتبقى اضافه قويه جدا الى انجازات الرياضه المصريه. هرجع تاني لطارق العشري وطلعت يوسف، اثنين قريبين جدا من الفكر مع بعض في التكتيك وطريقه اللعب واللياقه البدنيه والالتزام في الملعب وفرض الشخصيه على اللاعبين. هم جيل واحد، ويمكن طلعت اقدم اكبر شويه واقدم شويه، لكن عصروا بعض في الملعب. ويمكن طارق كان اصغر من طلعت، لكن ما فيش شك انه المدرسه اللي هم واخدينها، وان كان طارق
يعني بيتفوق جديده شويه جديده شويه وبعدين خد من جوزيه بعض الحاجات وطلعت من النوع الصارم جدا يا كابتن. بيفرض شخصيته على اللعيبه، مش بيفرض شخصيته بالقهر يعني، لا يعني اموره انا مدرب وانت لاعب تنفذ اللي انا بطلبه منك وانت تأدي اللي انا بقوله لك. واللي بيساعده على كده كمان الفرق اللي هو كان بيدربها كلها يا شرطه يا جيش. بالنسبه لطارق كم كبير جدا من التواضع، كم كبير ان هو لا يعني عارف ان الكوره والناس بتتكلم في الاعلام وما هموش كل الكلام ده، وكان بيجي يقعد مع مدير فني اكبر منه بحيث انه ياخد من خبراته جوزيه في النادي الاهلي، وكان بيحضر معاه اسبوع كامل. ده قمه التواضع. ودي الحاجه اللي احنا كلنا لازم نتعلمها، واولادنا الصغيرين المدربين اللي لسه طالعين يبقى عنده مفيش الانا، ويبقى فيه تواضع ويستشير الاكبر منه ويقعد ويتفرج ويتعلم. واكيد لكل مجتهد نصيب مع التواضع. اعتقد ان الاثنين من العناصر المبشره بالخير ان شاء الله. شايف ان المباراه بتبقى يعني متوازنه بين الاثنين؟ تقريبا النتيجه لا يمكن تعدي 1-0 2-1 تعادل 1-1، لان الاثنين بيلعبوا بنفس المدرسه، وان كان طارق يعني عنده الامكانيات والخبرات يمكن اعلى شويه. غياب احمد رؤوف وعوده عمرو زكي، شايف ان عمرو زكي ممكن بعد الغياب ده يرجع تاني يؤدي بالاداء اللي ممكن يفرض بيه نفسه على نادي انبي؟ الكوره في ملعب عمرو زكي دلوقتي. صح معاك. الكوره في ملعبه. يعني انت في نادي الزمالك رحت ويجن وما حافظتش على كان ممكن تعمل لمصر رصيد طبعا رهيب من العمله الصعبه طبعا. وكان كم من اللعيبه المصريين هيروحوا يلعبوا في الدوري الانجليزي بناء على انك انت كنت صبرت شويه على ويجن، وانت جبت النادي الزمالك ارقام فلكيه ما حدش لعيب جاب غيرك جابها قبل كده. انا بشوف انه عمرو زكي النهارده الكره في ملعبه لازم يثبت ان هو بلغوني يا كابتن في الكنترول ان عمرو زكي فسخ عقده مع انبي انبي اللي فسخ عقده مع عمرو زكي بالتراضي عشان عمرو زكي ما التزمش. اعتقد انه غاب لان كان في كلام مع نادي الزمالك، اعتقد يعني. شفت انا لسه بقول ايه؟ الصبر على ويجن كان زمانه دلوقتي فين؟ بالظبط. يعني انا كلاعب لازم يبقى لي في حد كبير ليا في ليا مدير اعمال. طب لحظه يا كابتن معايا. نادي انبي لما يلاقي ان عمرو زكي ممكن كانوا خدته محطه لعوده يرجع تاني لنادي الزمالك، والموقف ده شايفه يعني نادي انبي ناس بتفكر صح؟ ناس محترمين جدا. طبعا انا دي مالهاش علاقه كابتن عباس، مالهاش علاقه خالص بعمرو. يعني دي اداره محترمه جدا انها عارفه اذا اللاعب مش محترم وجوده معايا ومش مقدرني انا مش عايزه. اصل انا شفته في ماتش من الماتشات كان جاي لاداره انبي كان بيدور عليهم، كان انبي بيلعب ما اعرفش مين، كنت موجود في الملعب كان جاي يدور عليهم على مجلس الاداره. هل ينفع ان انا ببقى خلاص واستقريت واتكتب في الجرايد ان انا هلعب النهارده وبعدين ابقى انا طبعا يعني مش ملتزم مع يبقى انا ما بحترمش الناس؟ صلحنا يعني طبعا ما طلعش نواحي تربويه مهمه جدا جدا. عايز اقول برضو حاجه يا كابتن، حضرتك اتكلمت على وينج الانجليزي احمد محمدي اللي بنقول له النهارده الف مبروك هيتجوز النهارده، مبروك يا علمه. كان اتكلم مع ستيف بروس على عمرو زكي، قال لك عمرو زكي لو ركز كان زمانه حالا بيلعب في اكبر الانديه الاوروبيه. عمرو زكي امكانياته يلعب في برشلونه، يلعب في اي مكان، لكن للاسف احنا لا زلنا لاعبتنا اللي هم يعني نجوم ممكن يلعبوا ويتنافسوا في الدوري الاسباني والانجليزي في اكبر دوريات العالم. بينقصنا زي ما حضرتك عارف كل لاعب يبقى له مدير اعمال مش الراجل بتاع بياخد فلوس. احنا عندنا في مصر مدير اعمال بياخد فلوس يخلع بس. مدير اعمال ده يعني ايه؟ يعني بيفكر له كل سنه ايه؟ كل شهر فيه ايه؟ كمان سنتين. طب اقول لحضرتك معلومه، يعني المحمد بيجوز النهارده مدير اعماله هنا في مصر بيحضر فرحه. يعني اقصد اقول لك انه مسؤول عنه، يعمل له كل حاجه، يشوف له بيته في انجلترا، يشوف له اموره، يشوف له دعوات لو عايز يبعت دعوات لحد، عايز يعمل اي حاجه هو بيقوم بالحاجات دي في مقابل انه اخذ منه فلوس. هنا في مصر انا بتعاقد معاك، اول ما تيجي الفلوس اخد الفلوس واقول لك باي باي سلام عليكم. شوف المحمدي بقاله ساعات بياخد احتياطي وبعدين راح من نادي لنادي وفي صبر قوي جدا. ده عنده جلد. انا بتوقع له اذا استمر على كده ان شاء الله يعني ربنا هيوفقه انه يروح لمكان عالي جدا، وانا بتوقع له الكلام ده لانه عنده من الصبر، والصبر ده صفه قويه جدا بيتصف بيها بانسان قوي. كابتن هو تعرض ان خدوه في ساندرلاند، رجع تاني يلعب في الدرجه الاولى الممتازه الانجليزي عشان مع هال سيتي عشان يلعب. وشوف بيجيب اجوال وعامل طفره قويه جدا مع جده ومع فتحي. مع جده واحمد فتحي ان شاء الله يعني يكون لهم تواجد محترم جدا في الدوري الانجليزي ان شاء الله. مباراه حرس حدود بقى والاهلي
قبل كده اتكلمنا على مباراه سموحه والاهلي، اعتقد ان في تقارب في الشكل وفي المستوى، ودايما مباراه الاهلي وحرس الحدود ليها شكل وطابع تاني خالص يا كابتن. الفرقتين محترمين بعض جدا. الجهازين الفنيين عاملين حسابهم للمباراه. مفيش شك ان النادي الاهلي في نوع من الحرص الشديد لانه طالع من بطوله واخد السوبر. اعتقد انه البطوله ديت مخليه اللاعبين في مسؤوليه اكتر على الرغم من الغيابات اللي موجوده. عندك النهارده في النادي الاهلي في يمكن الهفاط الديفندر، في النهارده شهاب مش موجود مصاب، في عاشور انذار ثالث مش هيلعب. اعتقد الكابتن حسام هيبقى في حيره انه هيلعب مين في وسط الملعب، ودي هتبقى نقطه مهمه جدا في صالح حرس الحدود، لان حرس الحدود بيتميز انه يبقى عنده كثافه في وسط الملعب. يمكن الجيم النهارده هيبقى فيه نوع من الحرص الزياده، لان ماتشات الحرس والاهلي دائما وابدا بتبقى فيها نوع من الجماليه ونوع من الاهداف. مفيش فريق بيبقى جيم مفتوح، بيبقى مفيش فريق حريص انه يعني يطلع على التعادل. فانا شايف المباراه هتبقى مباراه مشوقه جدا. بدعو الجمهور ان هو يعني ما يسيبش الشاشه ويتفرج على الجيم بتاع النهارده، لان المديرين الفنيين عاليين جدا، عندهم مستوى عالي جدا من الكفاءه، ولاعبين كلهم نجوم. بنتمنى التوفيق للفريقين. انا معاك طبعا. مشهوش الشاشه يتابعوا الكابتن كريم حسن شحاته، كابتن عبد العزيز عبد الشافي، كابتن هيثم فاروق، علق على المباراه كابتن حاتم منير. هطلع فاصل وارجع تاني اتواصل مع نجمنا الكبير كابتن عادل طعيمه. رجعنا تاني بعد الفاصل. بنتواصل مع الكابتن عادل طعيمه، لكن هنروح ملعب مباراه تليفونات بني سويف. معانا وامبي، معانا كابتن محمد مكي صاحب مسيره كبيره جدا مع حرس الحدود وادي دجله وتليفونات بني سويف. كابتن محمد برحب بيك وتحيات كابتن عادل طعيمه. اهلا بك كابتن محمد، بمسي على حضرتك وبمسي طبعا على كابتن عادل، طبعا كابتننا وكابتن مصر طبعا. ربنا يخليك يا محمد، توفيق ان شاء الله يا محمد. الله يخليك كابتن، ربنا ابو حميد ايه مالك؟ عندك اصابه ولا ايه؟ قول لي. والله يا كابتن محمد انا مصاب كده بقالي بتاع يعني قبل الدوري باسبوعين كده ولا حاجه. كان عندي جزع في الداخلي كده، والحمد لله بدات انزل ملعب من حوالي 4-5 ايام كده. الحمد لله الدنيا احسن معايا الحمد لله الفتره دي. طب قول لي الاجواء عندك تليفونات بني سويف وام بي ايه الاخبار؟ والله الماتش سجال يعني، بس احنا لسه مضيعين يعني. شيبولا ضيع فرصه وماركو ضيع فرصه دلوقتي، والحمد لله انا شايف ان احنا احسن في خلال نص ساعه اللي عدت ديت الحمد لله. شايف ان المباراه ممكن تطلع تعادل ولا ممكن فريق من الفريقين يحسم المباراه؟ والله انا شايف ان الفرقتين بيلعبوا على المكسب يعني، احنا وانبي بيلعبوا على المكسب يعني، بس احنا اخسر على الجون بصراحه يعني. مش بقول كده عشان في التليفونات، بس احنا فعلا اخسر على الجون يعني. كابتن عادل عايز يقول لك حاجه. يا محمد انت الجندي المجهول في الحرس ولاعب لاعب نص وفي دجله طبعا، بس الاول الاساس كان في الحرس طبعا، وعمل مع الحرس يعني صولات وجولات. انا من الناس اللي انا يعني معجب بيك جدا، وادائك دايما بتربط ما بين زمايلك، ودايما عامل خطوره وعامل صمام امان لفريقك. اوعى تيأس من اصابه او من غيره، ودايما عندي طموح محمد ان انا أكيد. اوصل لاعلى المراتب في الكوره طالما انا في الملعب. اوعى تفتكر ان في حاجه ممكن تعوقك انك انت توصل لاعلى النجوميه في كره القدم ان شاء الله يا كابتن. ودي شهاده بحقها يا كابتن، وانا شهاده بعتز بيها ان حضرتك بتتكلم عليها بالشكل دوت. وانا ان شاء الله يا كابتن ان شاء الله الفتره اللي جايه هحاول ابقى عند حسن ظن حضرتك ان شاء الله باذن. واي حد يتمنى ان محمد مكي يبقى عنده في فرقته يعني. انا لو في ماسك بتولى فريق لازم محمد مكي يبقى نمره واحد. انا بفكر فيه. ربنا يخلي حضرتك يا كابتن، وده شرف ليا يا كابتن، ودي حاجه شرف يا مكي. والله العظيم مكي حرس الحدود والاهلي، وانت لعبت قبل كده مع حرس الحدود وعملت ماتشات جامده جدا قدام الاهلي وقدام الزمالك، وعامل جو جامد قوي قبل كده. شايف الماتش هيمشي ازاي؟ الماتش دايما حرس الحدود والاهلي بيبقى ماتش من الماتشات اللي هي خلاص بقى زي الديربي كده، بقى ماتش ما بتقدرش تتكلم بنتيجته يعني. الحرس برضو ماشي بشكل كويس السنه دي، ماشي ثالث بعد الاهلي وانبي. وانا حتى كنت مع زمايلي في الحرس الاسبوع اللي فات دوت، كانوا مستعدين بشكل كويس، وبالتالي الماتش هيطلع بنفس القوه اللي بيطلع بيها كل موسم يعني. فنتمنى بس الناس تتبسط وتستمتع بالماتش، والماتش يطلع بالشكل اللائق بالفرقتين ان شاء الله باذن الله. مكي انا بشكرك، وان شاء الله ترجع سريعا الى الملاعب. بشكرك محمد مكي نجم تليفونات بني سويف، وكان صاحب مسيره مع حرس الحدود ووادي دجله. لعيب مهم جدا، لعيب بيلعب بروح زي ما حضرتك قلت يا كابتن. من اللعيبه اللي فعلا جندي مجهول، وللاسف النوعيه دي من اللعيبه بتبقى الاعلام بيبقى بعيد عنها شويه. مهضومه بيبقى طبعا، لان المدير الفني بيبقى اللعيب ده بالنسبه له هو الفاكهه اللي موجوده عنده،
وبيبقى حريص جدا انه النوعيه دي من اللعيبه تبقى موجوده في الفرقه عنده يعني. كابتن، الاهلي وحرس الحدود، الاهلي ما شاء الله تفوق كبير جدا على حرس الحدود في اكتر من مباراه. ما فيش شك نادي الحرس تاريخه طبعا يعني طبعا تاريخ مشرف جدا. مش كبير بس مشرف، بس تاريخ مشرف لان في قياده وفي حسن اختيار للاجهزه الفنيه، حسن اختيار للعيبه اللي بتأدي، الانتماء للمنظومه العسكريه اللي هي دايما في عندها نظام وفي نظام في التعامل، وفي ولاء للمكان، وحسن اختيار للاعبين بامكانيات قليله، حسن اختيار للمدير الفني اللي بيقود الفريق. فما فيش شك المنظومه ديت بتقول ان احترافيه في مستوى امكانياتي كنادي. النادي الاهلي طبعا في فترات. طب قبل ما اروح للنادي الاهلي، حرس الحدود النهارده هيغامر ويلعب مهاجم ولا يبقى فيه يعتمد على الدفاع والهجمات المرتده والكونتر اتاك؟ هو عودنا كابتن حلمي طولان ان هو دايما لما بيتولى اي فريق بيبقى فيه نوع من التوازن، لا هيلعب مع النادي الاهلي مفتوح ولا هيبقى مدافع، لكن هيبقى فيه نوع من الاتزان بحيث ان هو يفاجئك، ممكن ان هو بيضغط من تحت، يفاجئك ان هو بيدافع من الثلث الثاني، ممكن جدا في اي وقت من الاوقات تلاقيه بيهاجم ب3 و4 و5 و6، واحيانا اخرى نلاقيه بيهاجم ب3 4 بس حسب سير المباراه. فالمباراه بيوزعها 90 دقيقه، ما بتبقاش كلها بنظام واحد، لكن في فترات معينه لو جه فيه جول هيعمل ايه، لو جاب جول هيعمل ايه، كل الامور دي المدير الفني اللي هو اليقظ بيعمل الكلام ده. فطبعا حسب سير المباراه هو بيحاول ان هو يدفع ببدلاء يامنوا له الحاجه اللي هو عايزها. فممكن جدا المباراه زي النهارده هتبص تلاقيه بيلعب بتوازن، لا بيهاجم بكثافه ولا بيدافع بكثافه، يبقى فيه لكن هو الحاجه اللي انا متاكد منها ان هو هيحاول يسيطر على وسط الملعب، ولو هو نجح انه يسيطر على وسط الملعب هيبقى فيه مشكله كبيره جدا للنادي الاهلي النهارده. كابتن حلمي كسب دجله وكسب سموحه وجه قدام تليفونات بني سويف اتغلب. يعني شايف ان ده بالنسبه له مباراه تبقى فيها يعني عامل نفسي انه مغلوب بالمباراه اللي قبل كده؟ هي الميزه ان هو اظن كان باي الاسبوع اللي فات بالظبط، وما فيش شك ان دي برضه ادت له فتره انه اللعيبه يستعيدوا ذكرى. تفرق يا كابتن؟ طبعا المدرب عنده وقت انه لو في لعيب نفسيا مش كويس او بدنيا محتاج انه يصلح حاجه، احنا لسه في بدايه الدوري، احنا لسه في الاسبوع الرابع او الخامس، هيبقى في نوع من ان هو يقدر فتره يعالج، يعمل معسكر بحيث ان هو يدي ثقه للاعبين قبل مباراه مهمه زي دي. طبعا ما فيش شك انه حتى لو المدير الفني ما وجهش، اللعيبه تبقى عارفه ان لقاء الاهلي بيبقى ليه رونق وليه جماهيريه، وبالتالي كل لاعب عنده من الدوافع انه يؤدي بشكل جيد وبشكل قوي، بصرف النظر عن توجيهات المدرب يبقى توجيهاته كلها انه ازاي اللعب يبقى جماعي ما يبقاش فردي، ما تبقاش بتفكر في نفسك بس، بتفكر في المجموعه، بتفكر في فرقتك، ودي اللي بينجح فيها المدير الفني. كابتن، يعني وجود احمد حسن مكي بادائه الرائع مع منتخب مصر، ووجود عبد الغني كلاعب هجام ما شاء الله ولاعب قوي جدا، ووجود احمد سلامه بحركته دايما الدائبه اللي دايما على طول شغال وبيروح هنا وبيروح هنا وبيجيب اجوان وبيعمل شغل كويس جدا، شايف ان ده ممكن يرهق دفاع النادي الاهلي في ظل غياب حسام عاشور للاصابه وعدم جاهزيه شهاب احمد؟ اكيد طبعا، ما اقول لك في وسط الملعب هيبقى فيه خلل. الكابتن الله يكون في عون الكابتن حسام البدري النهارده، ما تعرفش هيلعب بمين الا اذا لعب بقى باثنين اشبال او حاجه، يلعب رامي ربيعه وتريزيجيه ولا ممكن يبقى عنده قلق شويه؟ والله تريزيجيه الفتره اللي فاتت يعني بيلعب لوحده، ما بيلعبش مع زمايله، بيفكر في نفسه. يعني اكتر من مره، حتى الماتش بتاع السوبر تبص تلاقيه فاضل ثواني وبيباصي غلط وبيحاول يرقص والنتيجه 2-1. يعني اي هجمه وفعلا لولا ستر ربنا الكره اللي طبعا شريف طلعها طبعا كان ممكن جدا تخسرك بطوله. فالتزام الناشئ بتبقى مهمه جدا، لكن ما فيش شك ان النهارده حسام البدري بيفكر ربيعه عرب ممكن جدا ربيعه ويبقى معاه تريزيجيه او يلعب بناشئ. ممكن حسام البدري النهارده يفاجئ الجميع بدفع بناشئ يكون مولد نجم جديد في المرحله ديت. اعتقد انه ممكن يكون بيغامر في مباراه زي دي. ممكن يغامر لانه ما عندوش البديل، ما عندوش اي حاجه تانية يعملها، لان شهاب مصاب وحسام عاشور، ودي برضو النقطه الخطيره جدا اللي في النادي الاهلي، ولجنه الكره لازم تكون صاحيه ليها. ما ينفعش ان انا النادي الاهلي بيلعب في اكتر من بطوله وما يبقاش عندي بديل لحسام عاشور.
الاهلي فاكر زمان كان له فريق احتياطي في كل مركز له 1 و2. ما ينفعش حسام عاشور فقط دلوقتي بالزبط. والباقي مش موجود. حسام غالي اصيب، ما ينفعش انت النهارده تخش على افريقيا وما عندكش حسام عاشور. لو اصيب انت ما عندكش حد في وسط الملعب. هسألك سؤال قبل ما اطلع فاصل. الاهلي بمعنوياته بعد مباراة السوبر الافريقي هيكون بيلعب على المعنويات دي ولا دي حاجة ودي حاجة؟ زي ما انا قلت سؤالك ما جاوبش. اتفضل. نطلع فاصل ونرجع تاني نتواصل مع الكابتن عادل طيب. رجعنا تاني بعد الفاصل مع الكابتن عادل طعيمه. سالته قبل الفاصل سؤال على فوز النادي الاهلي بالسوبر الافريقي هيفرق معاه معنويا ويبقى لعيبه الاهلي انهم شايفين انهم فازوا بالسوبر الافريقي ولا لسه بقى ان المباراه دي غير المباراه دي والظروف غير الظروف يا كابتن؟ زي ما انا قلت لحضرتك في البدايه الانديه الكبيره دايما بتفصل ما بين كل بطوله. وتبص تلاقي وائل جمعه كابتن النادي الاهلي بيسالوه بعد ماتش بني سويف انت عندك الحرس؟ قال لهم ما بنفكرش في الحرس، احنا بنفكر في السوبر بالظبط. وكذلك اذا كان كابتن الفرقه بيقول هذا الكلام فاولى ان الجهاز الفني يبقى عنده هذه الرؤيه. النهارده خلاص السوبر خلص، مكافآته بشغله بكله انتهى. على طول برجع للدوري، عندي هدف. ما هو الهدف؟ ان انا احصل على بطوله الدوري علشان اروح افريقيا، علشان اروح كاس العالم للانديه. ده بيبقى هدف للجهاز الفني والاداره وللاعبين بيسعوا له. خلاص السوبر بطوله وانتهت، داخل على الدوري، لازم علشان اروح افريقيا واروح كاس العالم يبقى انا بركز على بطوله الدوري. اللعيبه تبقى عارفه الكلام ده ليه؟ لانه عارف انه فيه نجوميه، عارف ان فيه مقابل مادي، عارف ان فيه مقابل ادبي، عارف ان فيه سمعه لبلده. ان مصر لما بتلعب في كاس العالم للانديه ده ما بيتقالش النادي الاهلي، الاهلي بس الاهلي المصري طبعا، او الزمالك المصري طبعا. او الاسماعيلي المصري بالظبط. وبتلاقي جماهير موجوده في الاماكن انا رحت سافرت معاهم تقريبا 3 مرات من 4 مرات، وكان في جماهير ما شاء الله بتروح ورا النادي الاهلي، وبقى الاهلي برضه له ناس يعني في الجماهير راح تستمتع يا كابتن، مش بيشجع حد بعينه، بيشجع برضه لو في فريق عنده اداء كويس جدا بيشجعه. هقف معاك يعني محطه صغيره كده عند وائل جمعه. وائل جمعه اسم كبير جدا، وائل جمعه لعيب فرض نفسه بادائه على مدار 12 سنه تقريبا في النادي الاهلي من 2002 تقريبا او من 2001. وائل جمعه بيأدي اداء غير عادي، رجوله، اخلاص، وفاء للنادي الاهلي. بيتكلم ان النادي الاهلي صاحب الفرض الكبير جدا عليه. سر تفوق لاعب زي وائل جمعه وثبات مستواه وفوزه مع النادي الاهلي بالبطولات الكبيره جدا دي، ومع منتخب مصر بتلعب بطولات افريقيه. حاجتين مهمين جدا، وهو سلوكيا مش حاجه ثانيه يعني. التواضع والصبر. عنده تواضع كبير جدا وعنده صبر كبير جدا وجلد فظيع. طب وائل جمعه كان معايا في غزل المحله من 97 98 99 2000. 3 مواسم لعبته على اشرف كابونجا، كان اشرف كابونجا لاعب اساسي طبعا، لعبته عليه بلديه وبعدين المحله. فوائل قعد معايا 3 مواسم ثم انتقل للنادي الاهلي. ففي مره بقول له يا وائل انت ما شاء الله عليك يعني كورتك زادت قوي من كم التواضع بتاعه. قال لي يا كابتن انا استفدت جدا من عماد النحاس. عماد النحاس لعيب كوره طبعا، ففادني ان انا الكوره ما بطفشهاش، باخد الكوره. عماد يا كابتن لاعب عنده رؤيه، لاعب عنده الكوره تطلع من رجله صح، بصير صح. دايما كنت اسمعها من الكابتن فاروق جعفر، كان يتكلم على لاعب زي عماد النحاس يقول لك من اللعيبه اللي بتطلع الكوره من رجلها صح، مش اي كوره تجيله يشوطها يمين ويشوطها شمال يطفشها. النهارده شوف وائل جمعه كل كوره طالعه من رجليه لوحده. الحاجه الثانيه التواضع، في الصبر كمان. اللي برضه اللي الناس ما تعرفوش، وائل كان المقابل المادي اللي كان بياخده من النادي الاهلي وهو اساسي منتخب مصر. كان في لعيبه ما بتلعبش منتخب مصر وكانت بتاخد ضعفه، ومع ذلك كان ما فيش حد يعرف الكلام ده، يمكن اللي انا وهو بس، ويمكن المقربين ليه. كابتن هقول لك معناها ايه؟ معناها انه شوف يعني حتى المقابل المادي موضوع تاني. انا كنت مهتم لما كنت بقدم برنامج الحريف كنت مهتم باللعيبه المحترفين المصريين. كابتن احمد حسن في كوجال التركي كان موجود، الكابتن مدحت عبد الهادي في عزه، وايام مدحت عبد الهادي لما كان لعيب فعلا، لعيبه من الاستخبارات والناس اللي كانوا العيار التقيل جدا، العيار التقيل فعلا. كابتن احمد حسن طلب يزود عقده ما رضيوش. مدحت عبد الهادي طلب يزود عقده وافقوا له. مدحت عبد الهادي رجع الزمالك واحمد حسن كمل وصبر. احمد عبد الحسن عمل مسيره كبيره جدا واسم كبير جدا في تركيا، رحت له وصورت معاه، ويعني صاحب شعبيه كبيره سواء في تركيا او بلجيكا. ده الصبر واسقاط على وائل جمعه. الصبر
والتواضع. الصبر والتواضع، الصبر دي والشكر لربنا، الرضا ان انا ببقى راضي. يعني انا باخد اقل من واحد ما بيلعبش ومع ذلك انا راضي، ما بتذمرش. المدير الفني وائل ياما قاعد احتياطي ايام جوزيه، في ماتشات كتيره قاعد احتياطي، عمره ما سمعنا ان وائل تذمر او زعل، او ده نتيجه انه راضي لانه عارف ان ده قدر ربنا، وان انا هجتهد علشان ربنا بيبعت لي الرساله دي علشان اجتهد علشان ارجع لمستواي مره اخرى. فالصبر والشكر والتواضع صفات مهمه جدا في اي لاعب. حمل كبير النهارده على نجيب ووائل جمعه في ظل غزوات اسلام، رمضان من ناحيه والهرده واحمد حسن مكي واحمد سلامه، شايف هيمثلوا ضغط كبير جدا طبعًا على دفاع النادي الاهلي؟ طبعا، لان اي خط دفاع لابد بيبقى فيه قدامه ناس مقاتله. يعني حسام عاشور دايما بيبقى ناجح ليه؟ لانه بيبقى حائط صد قدام وائل وقدام نجيب. لما الحائط الصد ده ما بيبقاش موجود بتبقى فيه خطوره كبيره جدا على النادي الاهلي. النادي الاهلي فيه يمكن بطولات خرج منها نتيجه ان كان الاثنين اللي في وسط الملعب، كان حسام عاشور وحسام غالي ما كانوش في حالتهم. البطوله الافريقيه اللي كانت قبل دي وخرجنا منها نتيجه الاخطاء اللي كانت موجوده في وسط الملعب. لما الاخطاء دي تصلحت النادي الاهلي بياخد بطوله افريقيا من غير دوري، من غير جمهور، من غير ملعب طبعا، وبيوصل كاس عالم طبعا. فما فيش شك النهارده سلامه ومكي هيعملوا ازعاج في خط الظهر. والشريف اشرف بعد انضمامه لحرس الحدود ممكن الكابتن حلمي يديله مثلا اخر ربع ساعه، ولا شايف ان شريف اشرف لسه ما تاقلمش؟ ما اعتقدش ان هو يديله، لان الكابتن حلمي دايما بيبقى بيحب اللعيب الجاهز. وهو حتى عبد الغني على الرغم من نجوميته وكان دايما عنصر اساسي في الفريق، انا شايفه في الماتشات اللي فاتت دايما بيدفعه في اخر 10 دقائق واخر ربع ساعه لحد لما تكتمل لياقته، لان هو سلامه مزعج سريع، لياقته البدنيه عاليه. لما عبد الغني يوصل سلامه يا كابتن من ايام كان في الترسانه كان الكابتن حسن شحاته واخده معاه في البطوله العربيه، ايام ما كان شعره طويل شويه. بالظبط بالظبط. الاهلي جاب 4 تجوان في 4 مباريات. شايف ان يعني ده يعني نقول عقم تهديفي في ظل وجود عبد الظاهر اللي لسه ما تاقلمش، رغم ان انا اتكلمت على عبد الظاهر وقلت عبد الظاهر ده من اللعيبه الكويسين جدا، لعيبه اللي هيصبح لهم شأن ان شاء الله مع النادي الاهلي ومنتخب مصر. وعماد متعب برضه بعض الوقت عن مستواه. شايف السيد حمدي ان ممكن يبقى عنده الفرق، ولا يبدا كابتن حسام بسيد حمدي وعماد متعب وينزل عبد الظاهر في الشوط الثاني؟ انا بشوف النادي الاهلي صعب جدا يلعب براسين حربه. النادي الاهلي دايما واي فريق في العالم دايما بيبقى راس حربه واحد مثلث. وبيبقى في ناس الاطراف بيبقوا على يعني سيد حمدي يلعب على الطرف ويخترق يبقى راس حربه. عمليه الاثنين بيبقوا واقفين جنب بعض، عمليه بتبقى خطيره جدا. الحاجه الثانيه والمهمه ودي رساله يعني بتمنى اللعيبه يعني يبقى فيه نوع من الاصرار عليها، التدريبات يوميا، يعني مش يومين وبس، في اليوم مرتين 3 شغل على 3 خشبات. لا يمكن الجهاز الفني يغفل ان الشغل على 3 خشبات ده اللي هيخلي الفيرود عنده حساسيه التهديف. ما ينفعش النادي الاهلي يبقى فيه 4 مباريات او 3 ماتشات او 4 ماتشات جايب 4 تجوال. ال4 تجوال ده كان ممكن بيجوا في ماتش واحد. فاللي انا بتمناه ان فراوده النادي الاهلي ووسط الملعب يبقى فيه شغل يوميا مره واثنين وثلاثه بالساعات، ساعه واثنين وثلاثه في اليوم، شغل من الاطراف، تسديد من جميع الزوايا، انفرادات بالمرمى. يعني الجهاز الفني ما ينامش لحد ما الفيرود يبقى اي نص فرصه بيجيب منها هدف. التقدير المادي والمعنوي لحسام البدري يفرق معاه كابتن كمدرب؟ طبعا احنا نادينا بالكلام ده. لا وحصل وعلى الرغم انه يستاهل حسام البدري. وطبعا لجنه الكوره والمجلس الاداره على طول عندهم من الوعي ان هم بيدوا لكل واحد حقه. وانا شايف ان دي خطوه مهمه جدا. واعتقد برضو حسام البدري اعتقد في فتره ثانيه برضه هيبقى فيه لو الاستمرار في البطوله المرتب هيزيد تاني لحد ما يوصل انه يبقى واخد اعلى مرتب في مصر، وحقه نتيجه البطولات اللي هو بيحرزها والجهد اللي بيبذله. كابتن، يعني قطاع الكره في النادي الاهلي وبقى النادي الاهلي بقى له قطاع الكره خاص منفصل تماما عن ميزانيه النادي الاهلي، شايف ان دي خطوه صحيحه نحو تصحيح المسار الرياضه المصريه في شكل قطاع الكره في النادي الاهلي؟ خطوه متاخره جدا كنادي اهلي. هي خطوه متاخره جدا، مش النادي الاهلي، لان الظروف في اتحاد الكوره وزي ما انت عارف الاتحاد الكوره السابق واللي قبليه ما كانش بيخلي الانديه كلها توصل للمرحله ديت. فدي طبعا هتقول ان اول نادي في مصر، دايما هتلاقي النادي الاهلي اول نادي في مصر بيبدا في انه يبقى فيه شركات ويبقى فيه. لا مصر مقاصه سابقهم يا كابتن. بس عشان ما عندوش. انا بقول الانديه كان اشترى وادي الفيوم وبقى كده الفراعنه وبعد كده مصر المقاصه، يعني من زمان هو فرقه لوحده.
يعني ما فيش بقى طايره وباسكت بول وتنس وحاجات دي. النادي الاهلي بيصرف على 22 لعبه، هو والزمالك بيصرفوا على كل منتخبات مصر في جميع الالعاب، كل الدوريات العالميه الكبيره جدا. ما فيش حاجه، ما فيش 22 لعبه في كره القدم. هي كره القدم لله المردود الايجابي الكبير جدا اللي بيجيب الفلوس وهي اللي بتصرف على الباقي. هتلاقي برشلونه كابتن محمد في كره سله، سله وهاند بول، سله وهاند بول وكوره بالظبط، مفيش حاجه ثانيه. فدي يعني طبعا خطوه مهمه جدا، خطوه مهمه جدا متاخره. ارجو ان كل الانديه في مصر توصل للمرحله دي عشان دوري المحترفين، ويبقى بنفصل كره القدم عن النادي. يبقى النادي الاسماعيلي عنده شركه او عنده اداره متخصصه في كره القدم، شغلها الشاغل رقي جهاز الفني واللاعبين، شغلهم الشاغل ازاي يوفروا اسعاد جماهير من خلال الموارد، وبيعطوا لكل فني. ما الموارد بتجيب نجوم والنجوم بتجيب بطولات اهو كده، وفي الحساب في الاخر. طب كابتن، يعني طلائع الجيش والمقصه هزايم قطعهم عبد الناصر محمد، الثاني محمد عبد الجليل، رغم ان هم كان عندهم فكر اللي هو محمد عبد السلام عنده فكر كويس جدا، قال لك استعين بمحمد عبد الجليل يبقى موجود مع جهاز فني، اكبر جهاز فني في تاريخ الدوري المصري. شايف يعني تغيير المدربين المسؤوليه بتبقى مسؤوليه المدرب ولا مسؤوليه لعيبه ولا مسؤوليه مجلس اداره، ولا شايف ان لازم ياخدوا الفرصه؟ لما نادينا قبل كده بعبد الجليل وعبد الناصر والناس المدربين الصغيرين دول ومحمد جمال في وادي دجله، شايف ان بيبقوا شغالين وخايفين ولا يعني ندوم فرصه اكبر؟ شوف، انا بحترم قوي كل واحد في تخصصه. مجلس الاداره مين اللي هيحاسبه في الاخر لو هبط؟ جمعيه العموميه اهو كده، يبقى هو المسؤول. فهو جاب مثلا سين من الناس، جاب عادل طعيمه وعادل طعيمه ما وفقش. طب ايه رايك واستمر عليه قبل ما يجيب عادل طعيمه؟ هطلع فاصل وارجع تاني اتواصل مع الكابتن عادل طعيمه. رجعنا تاني بعد الفاصل مع الكابتن عادل طعيمه. كابتن عادل كمل، يعني انا قلت اللي في جمعيه عموميه يعني بتطيح بالجهاز الفني او مجلس الاداره لو ما كانش فيه نتائج على المستوى المطلوب، لكن في انديه طلائع الجيش والمقصه انديه ما عندهاش ضغوط جماهيريه خالص. الجهاز الفني بقياده حسام حسن وابراهيم حسن بقى اكبر جهاز فني موجود او اكبر عدد موجود في جهاز فني في تاريخ الرياضه المصريه. ده نتيجه ان احنا برضو للاسف ان احنا بيبقى بنخلي راجل الشارع بيتدخل في عمل الجمعيه العموميه او في مجلس الاداره. المقصه دي يا كابتن ما عندهاش جمعيه، ما عندهاش يعني هم بعضهم ده هيئه يعني زي الجيش، زي المقاولون العرب، زي الشركات الخاصه. والشركات الخاصه ديت لابد من اللي ليها جمعيه عموميه بتحاسبها. وعايزين نوصل للحته ديت لان احنا مش هنفضل متخلفين طول العمر. لا طبعا. فبنقول مين اللي بيحاسب مجلس الاداره على الجهاز الفني يبقى كبير او صغير او الجهاز الفني كفء او غير كفء؟ الجمعيه العموميه. زي ما في النادي الاهلي كان او في نادي الزمالك في فترات النادي الاهلي بيجيب مدير فني ما بيحسبوش بالقطعه، ما بيقولوش الماتش واثنين بالظبط، لا بيقول له تعالى انت خد ادي سنه كامله في نهايه الموسم انا هحاسبك، الا لو حصل نوع من الانهيار في فتره من الفترات لازم هنا اقف اشوف انا كان في عدم توفيق من المدير الفني ولا هل هو السبب ولا اللاعبين ولا في مراكز انت محتاجها. كل الامور ديت مش لازم دايما المدير الفني بيبقى هو السبب، ممكن جدا يكون في عندك اكتر من مركز فيهم اصابات وانت ما قدرتش انت في بدايه الموسم انك تكملها. ولذلك بنبعت رساله واضحه، ما ينفعش اي حد يتدخل في عمل مجلس الاداره. مجلس الاداره هو اللي هيحاسب في النهايه. انت ليه جبت فلان؟ بالزبط. انت ليه مشيت فلان؟ طب سؤال من شقنا يا كابتن عشان وقتنا. يعني وجود كابتن حسام حسن، شايف ان حسام حسن يقدر يعمل حاجه المقصه في المباراه الاخيره كسب اخر ماتش له كسب، ووجود محمد عبد الجليل وعمرو انور في الجهاز وفي ظل اضافه طارق سليمان وابراهيم حسن ووليد بدر وكابتن عماد المندول للجهاز، شايف هيبقى في انسجام ولا شايف الامور ممكن شويه كده ويروحوا القدام يقولوا لهم يلا باي باي مع السلامه ونكمل حسام حسن؟ يعني انا هقول، يعني طبعا انا مش هتدخل لكن هقول هل دي حاجه طبيعيه ان الجهاز يبقى فيه هذا العدد الكبير من النجوم؟ ممكن يكون المقصه بيكافئ عمرو انور ومحمد عبد الجليل انهم يكملوا نهايه الموسم؟ ممكن جدا، ودي حاجه طبعا تحسب لهم لان انت يعني الكفاءات دي كانت موجوده عندك بالظبط، وقفت معاك فانت ما بتمشيهاش. لكن في نفس الوقت ايه الشغل اللي هيبقى ملقي على اكتافهم
في مرحله زي دي. ما اعتقدش انه يبقى فيه ليهم عمل في الفتره ديت الا يعني حاجات بسيطه جدا. الجميل يا كابتن والروح الطيبه جدا من محمد عبد الجليل وعمرو انور، قابلتهم في الملعب واتكلمت معاهم على الجزئيه دي، قاعدين ولا ماشيين؟ قال لك احنا قاعدين في مصر المقاصه، عملت لنا كتير جدا. حسام حسن اضافه وقيمه كبيره جدا لنادي مصر المقاصه، هنتعاون مع بعض. وده يعني انا فعلا شفته بروح طيبه يا كابتن بامانه، وهي دي الرياضه، مش بالكلام من تحت لتحت، لا بوضوح تام. هي دي الرياضه. الرياضه ما فيهاش لا تعصب ولا انانيه ولا نفاق، ولا الرياضه هي مبادئ. اي اخلاق في الدنيا بتيجي من خلال الرياضه. يقول لك خلي عندك روح رياضيه. فالروح الرياضيه بتقول ان انا اداره النادي جابت حسام وابراهيم وطارق وخلافه وعماد. معناها ايه؟ معناها ان انا النادي على فكره مضوا بس وقت محدد، مش اربع شهور، عشان اعتقد ان في ارتباط مع النادي المصري البورسعيدي وسيد كامل ابو علي اعتقد. فهو يعني النادي بيبقى حريص انه بيستعين بخبرات حسام. كل اللي انا بتمناه من حسام وجهازه الفني، ارجو ما يبقاش فيه عصبيه، يبقى فيه نوع من الهدوء. مفيش جمهور يا كابتن، ما تقوليش بقى عصبيه. مفيش جمهور، لا ما يبقاش فيه احتكاك، يعني لا تحت ضغط ولا تحت هو ولا غيره. مش عايزين يعني اي نوع من انواع الانفعال. بالظبط، اي نوع من انواع الانفعال، علشان نبقى دايما حريصين ان احنا باستمرار قدوه للاعبتنا وقدوه للمدربين الصغيرين اللي طالعين. كابتن، الميزه ان احنا كل مره بنتكلم بتبقى من حضرتك رساله، بتقول برضو رساله كمدرب قدير وراجل يعني كبير ولك قيمه وقامه كبيره، بتقول معلومه بتوصل كل مره. بتتابع الدوري ازاي؟ بتشوف ازاي؟ يعني اللاعب لحد الوقت ده عجبك مين؟ مين اللاعب اللي عجبك؟ والله في اكتر من لاعب في اكتر من نادي. بنلاقي الاتحاد في علاء متفوق، في علاء كمال في المقاولين العرب، وفي المقاولين العرب كمال. في علاء كمال، وفي في اكتر من نادي. في نادي الزمالك ابراهيم، محمد ابراهيم طبعا، محمد ابراهيم، عمر جابر، يعني ظاهرين قوي. حازم امام يا كابتن، انا اتفرجت على ماتش الزمالك، عمل سلوك المدرب انه طوع حازم امام. ما كانش لما بيقعد احتياطي بيرمي الفانيلا والكلام ده برضه يحسب للجهاز الفني. ان دلوقتي حازم بيطلع في اوقات معينه صغيره وبيبقى نقطه مكسب لزمايله. احمد حسن عميد لاعب العالم بالتزامه ببطولاته بتاريخه الطويل جدا، بيقعد ونازل وعنده سعاده واريحيه كبيره جدا، ما عندوش اي مشكله انه يقعد على دكه البدلاء. كاكا احسن لعيب في العالم، قعد في ريال مدريد قعد سنتين قاعد احتياطي، سنتين مش ماتش ولا اتنين. طب ما كلمتش حد في الاهلي؟ نعم، الاهلي مين؟ ما حدش هتعجبه من الاهلي؟ لا ازاي؟ الاهلي في شريف ماشي كويس، في وائل طبعا هايل ما شاء الله. نجيب كان 6 من 10، النهارده نجيب 8 من 10. تأقلم بسرعه وفرض نفسه يا كابتن مع النادي الاهلي. نجيب كان مهزوز جدا في البدايه يا استاذ محمد. يعني كابتن محمد كان في البدايه، كان نجيب مهزوز جدا في البدايه. النهارده نجيب يعني ما شاء الله يعني عنصر امان في خط دفاع النادي الاهلي، بيقطع ويسلم ويغطي الكرات العاليه واخدها، متفوق على نفسه. اتكلمت معاك في بدايه الحلقه على البدايل. الزمالك عنده بديل جاهزه اكتر من الاهلي، لانه دايما المدير الفني دايما بيخلي عبد الله السيسي قاعد بديل، حازم بديل، ودايما التغييرين دول بيفرقوا معاك. وانت مغمض كده هتلاقيهم الشوط الثاني بيدفع بيهم، يا اما بدايه الشوط الثاني يا اما في الدقائق الاخرانيه. كنت موجود مع الكابتن احمد ناجي امبارح بالليل واتكلمنا عن حراس المرمى. حضرتك اتكلمت على شريف وعبد الواحد، اتكلم على هاني سليمان، واتكلم على محمد الشناوي حارس مرمى الاهلي السابق اللي بيلعب حالا في حرس الحدود، بيأدي برضه اداء كويس جدا. حارس المرمى ما فيش حته ان انا بجرب، لازم حارس المرمى لازم يبقى له عنده خبرات. فاذا عصام الحضري الجهاز الفني خد قرار انه مش موجود، لابد ان عبد الواحد وشريف الناس اللي هي بتحتك على المستوى الدولي، والشناوي كمان، والشناوي تشادي طبعا، والشناوي على السنار لعب برضه منتخب اولمبي. لكن نمره واحد بعد عصام الحضري لازم يبقى عبد الواحد. كابتن سريعا، الفريق اللي عجبك في الدوري بصراحه في المجموعتين؟ خلاص بنختم. والله انا شايف انه فريق انبي بيأدي اداء جيد. قبل انبي الاسماعيلي. طبعا الاسماعيلي في الدوري كل ماتشاته مكسب، واخد وصل للدور قبل النهائي في البطوله العربيه، اداؤه مميز، كل ماتشاته مكسب. متوسط السن نزل جدا ولاد صغيرين وفلوس مش كتير جدا، فلوس قليله. الاسماعيلي وانبي وفي اكتر من فريق عاملين شغل كويس. احسن مدرب شايفه مين؟ هو لسه بدري على يعني اللي لفت نظرك شايفه بيأدي ومخلص حاليا حسام البدري بحكم مش الصعوبيه او بحكم الانجاز، واخد طبعا في بدايه سنه
بدايه سنه واخد افريقيا، واخد بطوله كاس عالم للمركز ثالث او رابع اسف، واخد سوبر. يبقى بالارقام مش بالعاطفه، بالارقام بيبقى واخد بطوله سوبر. لسه ما فيش اي مدرب حصل على بطوله، ما بنحكمش على الاداء لان احنا لسه في الاسبوع الرابع. كابتن يعني المجموعه الثانيه الزمالك والاسماعيلي حسموا خلاص، يعني ده اول وثاني او ثاني واول، والباقي مهدد بالهبوط كله في 3 و4 والاهلي وحرس الحدود وممكن وانبي يعني ده برضو يعني مقربين قوي من بعض. شايف ان ممكن تحصل مفاجاه في اخر الدوري ولا لسه برضو الانديه اللي عماله تخسر دي، حضرتك قلت قبل كده كل اللي بيخسر ده بالسالب عليه؟ دكه البدلاء هتحسم اللي هيبقى فيه دوره الهبوط او المنافسه على المراكز الاولى. ما فيش شك ان دكه البدلاء وان كل نادي في فتره قيد اللاعبين، اذا كل فريق كامل اللعيبه اللي هو ممكن تستمر في الدوري، اعتقد هيبقى فيه فرق، لان انت عارف كل ماتش ب3 نقاط. طبعا النهارده الفريق اللي عنده 3 نقاط او 4 نقاط بيكسب ماتش بيبقى 7 بونت بيقرب. فمفيش شك ان دي بتبقى نقطه مهمه جدا، بتدي امل لكل فريق مهدد بالهبوط في الفتره ديت انه بيسعى من خلال الماتشات اللي جايه انه ياخد عدد من الابناط بحيث انه يوصل للدور الثاني ويبقى هو مطمئن انه بينافس، او انه يبقى بعيد عن مرحله ال3 انديه اللي هم مهددين بالهبوط. يوم الاحد الاسماعيلي وبتروجيت شايف مباراه قويه؟ الاسماعيلي بالصحوه العربيه والصحوه الدوري المحلي، شايف انه ماشي في الاداء الصح والتراك الصح؟ يعني هيبقى ماتش قوي جدا، واتمنى ان فريق الاسماعيلي التوفيق، وبرضه فريق بتروجيت كابتن رمضان عامل فرقه كويسه. ارجو انه يعني يصبروا على الولاد الصغيرين دول، وان شاء الله هيبقى ماتش برضه من الماتشات الجميله اللي احنا متشوقين ليها باذن الله. كابتن شايف شكل الدوري اتغير؟ اخر سؤال عشان بختم. والله احسن حاجه اتعملت ووفق المتابعه والحاجات دي كلها، احسن حاجه اتعملت ووفق فيها وزير الرياضه العمري فاروق. الحقيقه الدوري انه الدوري بدا. الحاجه الثانيه من غير جماهير لفتره، لكن اعتقد ان وزير الداخليه في طريقه انه الجماهير تبتدي على فتراتها تبتدي تنزل يا رب ان شاء الله. الدوري من مجموعتين كانت موفقه جدا، بحيث انه في الفتره ديت ما يبقاش فيه نوع من انواع التعصب وخلافه. اعتقد انه خطوه موفقه ان شاء الله نتمنى لها، ونتمنى لمصر دايما النجاح والتوفيق. كابتن عادل شرفتنا. شكرا كابتن محمد. اعزائي المشاهدين كده بنكون وصلنا لختام لقائنا الممتع مع الكابتن عادل طعيمه والرؤيه الفنيه لمباراه الاهلي وحرس الحدود. بعد هنطلع لفاصل وهترجعوا تاني مع كريم حسن شحاته، كابتن عبد العزيز عبد الشافي، كابتن هيثم فاروق، ويعلق على المباراه كابتن حاتم منير. ما تروحوش في اي مكان. بعد الفاصل مع كريم حسن شحاته. هذه المباراة برعاية